النهارده بقى جايبه لكم شويه تشكيله لبس رجالي كده. تي شيرتات على سويت شيرت على شويه حاجات كده، على كام بلوفر، على كان كوليكشن كده بسيط عند ابراهيم، اللي انا كنت مصوره عنده الشيلان والبلوفرات في الفيديوهات اللي فاتت. تمام. ده اللي قدام شركة قدام مستشفى الجلاء من ورا، اللي هو قدام الباب الحديد اللي من ورا اللي فوقيه برميل ابيض ده. انا هجيب عنده برضو الكاميرا في اخر الفيديو عشان تعرفوا. عنده كوليكشن كده جميل جدا يا شباب، عامل 40 جنيه بس. تمام. انا بقول لكم اليومين دول انا اسعار ملابس الوكاله بجد مجنناني، يعني بصراحه اسعارها اليومين دول فوق الهايله بشويه كمان والله، فاهميني؟ فبجد بجد احب ان انتوا تروحوا تستفيدوا قبل ما الحاجات دي تتخطف، لان حرفيا الحاجات دي بتتخطف. فعلا فعلا لازم نبقى متفقين على كده. اللي بيروح طبعا الوكالة بينقي ارخص كوليكشن، بس برضو عايز حاجة كويسة، فدي تعتبر اللقط اللي هناك. فاهميني؟ بصوا مثلا حاجة زي دي قيمة وماركة وحلوة قوي، لما تاخدوا حتة زي دي بقى ب40 جنيه. تخيلوا. بصوا، ولا غلطة ولا ديفوهات ولا اي حاجه. انا برضو قلبت في الحاجه وشفتها والله ما فيهاش اي حاجه، هما بس بواقي الاسبوع. فاهميني؟ فبجد يا بنات ويا شباب حرفيا الاسعار اخر الاسبوع كانت في منتهى الروعه. قصدي نص الاسبوع كانت في منتهى الروعه، ولا اخر الاسبوع بقى. لسه بقى انا رايحه بكره واجيب لكم الاسعار التانية، برضو هتتجننوا وتنبهروا زي ما انا كده اتجننت وانبهرت. بصراحه امبارح وانا في الوكاله كان كل الحاجات حرفيا رخيصه وجميله جدا. قبل ما نبدأ بقى وقبل ما ندخل على الغويط نعمل ايه؟ نذكر الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، ونصلي على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تمام. احنا بقى فين؟ احنا في الوكالة ورا مستشفى الجلاء يا شباب. ورا ايه؟ مستشفى الجلاء. عند مين؟ عند ابراهيم. واقف قدام الباب الحديد الاسود اللي من ورا، هتلاقوا باب حديد كده اسود للمستشفى من ورا من الخلف. هو واقف قدامه ابراهيم ده. يا ستي مش عارفينه ولا حاجة، ده لو صورته الوقت ما جاتش في الفيديو يعني. اسأله ابراهيم علي فين، هو اسمه ابراهيم، ما فيش غيره اسمه ابراهيم في الحتة دي. تمام. هم هتلاقوا كذا ستاند جنب بعض، انتوا اسألوا على ابراهيم هيقولوا لكم اهو. ما فيش حد طبعا هيقول لكم انا ابراهيم وهو مش ابراهيم. فهمتوني؟ الحتة اللي في ايدي دي حرفيا تقيلة جدا يا شباب، جدا. هي على فكرة حريمي، حريمي لان الرقبة بتاعتها واسعة. تمام. يلا بينا بقى على الفقرة الجميلة اللي أنا بعشقها، فقرة التشكرات والإهداءات. بنرد على التعليقات الجميلة اللي بتجيلي على الفيديو السابق، علشان أحب أشكر متابعيني الغاليين بنفسي. تمام. كان معايا منوعات أم أحمد بتقولي شيرين ليه ما شفتش، ليه ما فيش إعلان على الفيديو؟ والله يا ام احمد الاعلان بيجي لما القناه بتتفعل، انا قناتي لسه ما اتفعلتش. وفعلا انا في الفيديو اللي فات كنت بطلب من كل المتابعين يعملوا لي مشاركة للفيديوهات بتاعتي علشان قنواتي تتحرك شوية، لاني حرفيا والله ابتديت يعني، مش هقول لكم ابتديت ايأس ولا اتعب، لا طبعا، ما حدش بييأس ابدا من رحمة ربنا، بس ابتديت ايه امل شوية كده. طبعا احنا بني ادمين. ابتديت برضو ايه يعني امل لحاجة بسيطة كده، ان الفيديوهات محلك سر. واني طبعا يعني سنة كنت متخيلة في السنة دي مثلا هيبقى الموضوع فيه حركة أكتر من كده شوية، لكن الحركة بطيئة شوية، بس الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. أنا مش بعترض، بس أنا يعني بطلب من ربنا مش أكتر. وربنا قال اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، وكمان قال ادعوني أستجب لكم. وأنا بدعي ربنا فعلا وبطلب منكم تدعوا معايا إن ربنا يستجيب لي. شكرا ليكي يا أم أحمد على هي القناة بتاعتها اسمها منوعات أم أحمد، هي اللي بعتت وقالت لي كده. متشكرة قوي ليكي يا حبيبتي انك فكرتي في حاجة زي كده. انا فعلا قناتي لسه ما اتفعلتش، لسه صغنونه شويه، علشان كده شيروا كده فيديوهات شويه. ربنا يبارك لكم يا رب. كان معايا صبا تقول لي فعلا لازم تلحقوا قبل ما يعقل، يا رب الوكاله كلها تعقل. تسلمي لي يا صبا يا جميله على الكلام الحلو. وكان معايا ام مؤمن تقول لي ما شاء الله تبارك الله، جولاتك كلها جميله، تسلم ايدك يا قمر. تسلمي لي يا ام مؤمن يا جميله، والله انت اللي جميله فعلا. تسلمي لي يا رب، ربنا يخلي لك مؤمن. وكان معايا شيماء جمعة حبيبتي بتقول لي احلى شيرين، الله يبارك لك، الحاجات جميلة، الله اكبر عليكي، ربنا يخليكي يا شوشو يا قمر، انتي اللي جميلة وعيونك هي اللي جميلة. وكان معايا زين رقية، مامة زين ورقية برضو على طول منوراني جدا جدا، هي ولادها الامارات زين ورقية، اولادي بالظبط والله. ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبتي يا رب، ودايما منوراني بكلامك الحلو. وكان معايا
ام اوزة ورودي، ربنا يخليكي يا ام اوزة ورودي، دايما بتكتب دعاء انا بحب اردده وراها. اتفرجوا انتوا يا شباب، محدش يتضايق، اللي متضايق من الفقرة دي يوطي الصوت ويتفرج ويتبسط، وانا في اخر الفيديو بقول لكم على المعلومات كلها يعني. كانت الدعاء بتاعها النهارده كان: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله الأطهار الغر الميامين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. الله الله على الدعاء الجميل ده يا ام اوزة ورودي، ربنا يبارك لك يا رب يا حبيبتي انك بتخليني اقول حاجة زي كده واي حد يسمع الدعاء الجميل ده، ربنا يبارك لك يا رب. وكمان كان معايا زينب، الحاجة زينب، اهلا بيكي، نورتيني جدا، عرفتني بنفسها وشرفتني جدا جدا. قالت لي انا الحاجة زينب، انا قد والدتك حبيبتي، والله العظيم على راسي من فوق حضرتك والله. اهلا بيكي يا حاجة زينب، مامتي التانية، ربنا يبارك لك يا رب يخليكي ليا ويبارك لي في عمرك يا رب، يسلم لي قلبك الجميل اللي دعالي الدعوات الجميلة دي، والله ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حاجة زينب يا رب، ويوفقنا جميعا اللهم امين. ربنا يبارك لك وينور لك دنيتك بإذن الله. كده خلصنا من الفقرة خلصت. ربنا يبارك لكم جميعا بحق ما انتوا بتكتبوا كلام حلو يحفزني ويديني طاقة إيجابية، ربنا يبارك لكم يا رب. تمام. زي ما قلت لكم احنا فين، احنا ورا مستشفى الجلاء، قدامي الباب الاسود من ورا، الباب الخلفي لمستشفى الجلاء يا بنات. بصوا دي H&M، شايفين؟ والله العظيم سويت شيرت تحفة يا بنات يا شباب، علشان الشباب ما تزعلش مني، بس زي ما انتوا شفتوا كده الفيديو يستاهل 100 لايك. وهطلب منكم تاني، انا مش بطلب من حد غريب، انا بطلب من اخواتي على اليوتيوب، اللي يشوف الفيديو ده امانة تشيروه لاصحابكم كده شوية، علشان انا طبعا عايزة قنواتي تتحرك شوية. ليه؟ انا سنة كاملة لسه ولا قنواتي اتفعلت ولا اي حاجة، هي واحدة بس اللي اتفعلت، ولسه بقعد كتير جدا عبال ما بحقق برضو حاجة معينة، مش اللي بالكم فيه خالص، الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. بس انا مش يعني انا مش بطلب والله من حد غريب، انتوا فعلا عيلتي على اليوتيوب، فانا مش عيب ان انا اطلب منكم مساعدة بسيطة قوي قد كده، فضلا منكم وليس امرا، علشان بس احس ان قنواتي اتحركت بس شوية، وايه ابتدت ايه، يعني ابتدت تديني بقى اللي هو ايه، يعني تعب سنة. ففعلا والله العظيم يا بنات ويا شباب مش سهل، والله مش سهل، الموضوع صعب جدا جدا. ربنا يعين كل اللي شغال في الموضوع ده. ما تتضايقوش من الصورة دي، انا بقعد اعدل الحاجة 100 مرة عشان تشوفوها مظبوطة والله، معلش بقى غصب عني. تمام. واحنا بقى في اخر الفيديو، اتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم، خفيفة على قلوبكم. لو بتعجبكم ما تنسوش اختكم شيرين يا بنات، انا مش ناسياكوا ابدا، ودايما بجيب لكم الحلو كله، علشان كده طلبي الوحيد اللايك يا بنات، فضلا منكم وليس امرا. وكمان شيروا الفيديوهات لاصحابكم واخواتكم وكل اللي انتوا تعرفوهم وعايزين تخدموهم خدمات حلوه زي كده، علشان قنواتي تتحرك شويه، وادعي لكم واحد واحد زي ما انا كده كده بدعي لكم والله في كل صلاه بصليها. احنا يا بنات زي ما قلت لكم واقفين ورا مستشفى الجلاء، وكمان هسيب لكم رقم ابراهيم تحت الفيديو في اول تعليق مثبت. وكمان لو انتي متابعه جديده ولسه ما تعرفيش قنواتي التانية، بسيب لك اللينكات برضو في التعليق المثبت، اول تعليق هتلاقيه انا اللي عاملاه هتلاقيه. بسيب لك رقم الشاب، وبسيب لك العنوان بالكتابه، وكمان بسيب لك اللينكات بتاعت قنواتي التانية بإذن الله، عشان لو عايزة تتابعيني هتشرفيني وتنوريني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.